بعد ما كلنا اتفقنا على عيش القمح الكامل، تفتكروا في احسن منه؟ بص يا سيدي، فاكر جدتي وجدتك لما كانوا بيخبزوا العيش زمان؟ كانوا احيانا بيخلطوا اكتر من نوع من الحبوب مع بعض. يعني مثلا دقيق قمح مع دقيق ذره، شويه حلبه مطحونه، او اي نوع من الحبوب اللي عندهم. اللطيف ان هم كانوا بيعملوا الفكره دي قبل ما يبقى ليها اسم. اهو دلوقتي العلم اتقدم وبقى ليها اسم، دقيق الحبوب الكامله. وركز على الحبوب دي، يعني بدل ما تعتمد على نوع واحد من الحبوب الكامله زي القمح الكامل، ممكن نجمع اكتر من نوع من الحبوب الكامله في نفس الرغيف. قمح كامل، شعير، ذره كامله، وممكن كمان تدخل بذور زي السمسم وحبه البركه وكمان الكتان. والفكره مش ان كل حبه لوحدها فيها السحر، ولكن احنا كده بننوع مصادر الالياف والمركبات النباتيه وكمان العناصر الغذائيه. طيب احنا قلنا اللي احنا هننوع مصادر الالياف. طبعا انت كل معلوماتك عن الالياف انها بتساعد في الامساك، وده فعلا جزء مهم منها، بس الحكايه اكبر من كده بكتير. خلينا قبل ما ندخل على كل نوع من الحبوب وايه فايدته نقف شويه عند نقطه الالياف. الالياف مش نوع واحد، ومش كلها بتعمل نفس الحاجه. بشكل مبسط ومختصر ممكن نقسمهم نوعين بسرعه: الياف قابله للذوبان والياف غير قابله للذوبان. يعني ايه الكلام ده؟ اول نوع هو الالياف القابله للذوبان. دي الياف ممكن تمتص الميه وبتعمل قوام هلامي، وبعض انواعها بتخمر بواسطه بكتيريا الامعاء. طيب دي ممكن تفيدنا في ايه؟ ممكن يكون لها ادوار في حاجات كتير زي الكوليسترول وسكر الدم وكمان توازن بكتيريا الامعاء. طيب حلوه، الالياف دي موجوده في ايه؟ هتعرف دلوقتي. النوع الثاني هي الالياف الغير قابله للذوبان، ودي ما بتدوبش في الميه بنفس الطريقه، بس بتساعد على زياده حجم المحتويات في الامعاء وكمان بتحسن حركتها، ودي من الاسباب اللي بتخليها مهمه لصحه الجهاز الهضمي، وممكن كمان تحميك من الامساك. طبعا التقسيمه دي هي حاجه بسيطه عشان اوضح لك الفكره، بس الموضوع فيه تفاصيل اكتر من كده بكتير. المهم ان الفكره وصلتك. الالياف ليها انواع ومش كلها بتعمل نفس الحاجه. طيب خلونا نفتكر، هو احنا ليه اتفقنا اصلا على القمح الكامل؟ دقيق القمح الكامل هو اختيار ممتاز مقارنه بالدقيق الابيض المكرر، لانه لسه فيه اجزاء كتيره من الحبه الاصليه. يعني مثلا في النخاله اللي هي الرده، دي الالياف، وفي كمان جنين القمح ده اللي فيه الفيتامينات والمعادن وكمان المركبات النباتيه، واخيرا في الاندوسبرم ده اللي بيوفر معظم النشويات وكمان البروتين. يعني احنا كده بنستخدم الحبه الكامله بصوره اقرب لحالتها الاصليه. طيب نرجع بقى للحبوب الكامله، كل نوع هيضيف لك ايه؟ نبدا بالشعير. الشعير غني بنوع مميز جدا من الالياف اسمه البيتا جلوكان، دي من الالياف القابله للذوبان اللي احنا قلنا عليها. طيب هتفيدك بايه؟ البيتا جلوكان دي عليها ابحاث وادله علميه قويه جدا، وخصوصا في نقطه خفض الكوليسترول الضار، وكمان ممكن تساعدك انها تبطئ هضم النشويات، وبالتالي تقلل من شده الارتفاع السريع في سكر الدم بعد الوجبه. طيب وحبيبنا القمح الكامل، القمح الكامل نفسه هو مصدر مهم للالياف، وخصوصا الالياف الموجوده في النخاله او الرده. يعني مثلا الارابينوكسيلانز دي مجموعه من الالياف موجوده في الجدران بتاعه الخلايا النباتيه، جزء منها قابل للذوبان والجزء الثاني ما بيدوبش، وده بيخلي قيمته الغذائيه مختلفه عن الدقيق الابيض، وده واحد من الاسباب اللي مخليانا نتمسك بالقمح الكامل. نيجي بقى للذره الكامله. هنا برضو انت عندك تنوع في الالياف وفي المركبات النباتيه. الذره الصفراء تحديدا فيها مركبات معينه، المركبات دي مرتبطه بصحه العين، ودايما نخلي عندنا قاعده: اي تأثير كويس احنا قلنا عليه مرتبط بنسبته هو قد ايه في العيش. طيب بذور الكتان ده مستوى تاني بقى، احنا هنا ما بنضيفش الياف بس. بذور الكتان غنيه جدا بالدهون الغير مشبعه، الاي ال اي، اللي هي نوع من انواع الاوميجا 3، وكمان في مركبات نباتيه تانية اسمها الليجنانز. ده غير ان الكتان هو نفس فكره القمح، في تنوع، في الياف بتدوب والياف ما بتدوبش. طيب هنسيب الرغيف كده ولا نرش عليه سمسم وحبه بركه؟ طبعا بيضيفوا الياف ودهون غير مشبعه ومعادن ومركبات نباتيه، بس خد بالك ان الكميه بتفرق. طيب لو فكره تنوع مصادر الدقيق دي عجبتك لازم تاخد بالك، لاننا واحنا بنجهز للحلقه دي لقينا فعلا انواع من الوول مالتي جرين موجود في السوق. ولكن اوعى الكلمه الكبيره تضحك عليك، لازم تقرا المكونات، لان في فرق ما بين تعدد الحبوب وتعدد الحبوب الكامله. خلينا احنا في الحبوب الكامله دي. وصحيح انا نسيت اقول لك، ده مش رغيف قمح كامل، ده رغيف قمح كامل مع شعير كامل، فالفكره فعلا هي موجوده وكمان التنفيذ بتاعها موجود. طيب نرجع لسؤال الحلقه، هل فعلا العيش اللي معمول من دقيق الحبوب الكامله افضل من دقيق القمح الكامل؟ الفكره مش اننا نلاقي بطل جديد ونقول العيش ده احسن وخلاص، الفكره اننا نفهم ان تنويع الحبوب الكامله ده بينوع مصادرك من الالياف والمغذيات النباتيه وكمان المعادن والفيتامينات الموجوده في كل نوع. بس في نفس الوقت فدقيق القمح الكامل هو لسه اختيار ممتاز، وده يمكن احلى درس في الحكايه كلها. احيانا الجديد مش معناه انه احسن، واحيانا القديم كان سابق عصره بسنين. جدتي وجدتك كانوا بيخلطوا الحبوب قبل ما يبقى ليها اسم اصلا. سلام.